حينما يبدع التراب المصري ويخرج لنا كنوزا من الحب والود الخالص، فإنك حتما في صالون أرض الذهب بقيادة الإعلامية القديرة الأستاذة ميرفت طاهر في ضيافة ملتقى الأدب بهيئة السكان العالمية بقيادة الأستاذ والشاعر القدير رضا رضوان رئيس ملتقى الأدب، الأستاذ محمد ديون مدير النشاط الثقافي والفني، الأستاذ عبد الله الشاعر القدير الأستاذ عبد الله مغازي. نحن مجموعة من القلوب النقية الصافية جمعها فقد الحب والود والاحترام، وتوحدت أهدافهم في هدف واحد يعدد الآلاف بل ملايين الأهداف، هدف اسمه مصر. فعلى حب مصر نلتقي، وعلى ترابها الذكي نجتمع، ولا تنظر قلوبنا إلا عشقا لأرضها ونيلها وتاريخها المجيد. الله ثم الوطن، وتحيا مصر.